طب والله يا جماعة بيكسب وبتسحب منه دولارات مش سنتات. الموقع ده كنز قسما بالله. انت ممكن في اسبوع تعمل لك من 10 ل 100 دولار ويمكن اكتر. انت وشطارتك ممكن تعمل في يوم او يومين كمان ال 10 دولار دول، لان الموقع ده متكامل. هلوز سلاموز ازاي السلام عليكم على احلى كوكب واحلى مواطنين كوكب ازاي الموازي. سامحوني اتأخرت عليكم بسبب تعبي، عندي دور بس تقيل شوية، بس انتوا لو تلاحظوا صوتي لسه في بواقي الدور الجميل ده. بس الحمد لله على كل حال. طبعا الظروف كمان الحالية اللي بتحصل مأثرة علينا، وواجب علينا ان احنا نغطيها ونتابعها، فكانت واخدة جزء كبير من وقتي الفترة اللي فاتت. وعشان كده انا بطلب من كل الناس اللي بتأثر بشكل شخصي، مش في شغلهم كمان، لا هم كمان بطبيعتهم بيأثروا على السوشيال ميديا، تحاولوا توصلوا وتنقلوا الاخبار وتعرفوا الناس وتفكروهم بيهم كل يوم، لان ده واجبنا، ده دورنا، والله ده دورنا، وده اقل حاجه في دورنا. كمان انت المفروض تعمل اكتر من كده بكتير، بس في الوقت الحالي اللي في امكاننا نعمله هو ده. والرجاء التاني مني ليكم ان انتوا تدعوا لاخواتنا في فلسطين بالنصر والتحرير القريب، لانه حق علينا وواجب علينا، هيحصل عاجلا ام اجلا. الزتونة دي وشرحها هتنزل على القناة التانية لإزاي بتاعة الألعاب واللايفات والفيلوجز، ودي قناة مؤقتة للشروحات والمراجعات، لأن احنا طبعا عارفين إن عندنا القناة الرئيسية بتاعتنا بتاعة الشرح وتدريبات ازاي تكسب وانت بأنتخ في البيت، او دورة الربح بتاعت ازاي تكسب وانت بأنتخ في البيت اللي مخصصة للكلام عن الربح. بس انا القناه دي دلوقتي الحالي مركزين عليها بطريقه الفيلوجز، او الطريقه الطبيعيه اللي مش بتعتمد على مونتاج وهاي كواليتي كتير، على قد ما تعتمد على ان انا اوصل لكم على المعلومه بشكل طبيعي بشكل تلقائي، عشان اقدر انقل لكم الشرح او شكل الموقع او تفاصيل الموقع على الجروب بتاع المجتمع بتاعنا اللي مركزين فيه على استراتيجيات الربح من العملات المشفره. بس في نقطه، الفيديو ده مش هينزل مجرد شورت او ريل على القناه الصغيره بس، احتمال ينزل كمان شورت على القناة الكبيرة، احتمال انزل اكتر من فيديو عن نفس الموقع، موقع كوين باي يو. ليه؟ لان الموقع ده مهم جدا ليكم، سواء عايز تعمل مجرد دخل اضافي او يبقى مصدرك الرئيسي في الربح، انت واختيارك وشطارتك، انت وطبيعتك وطبيعة تنظيمك لوقتك. حرفيا والله انت تخش تختار كأنك في مول بتعمل شوبينج، وتسأل نفسك يا واد يا هيرو عايز اكسب ازاي النهاردة. خش من البراوزنج، اعمل مشاهدة مواقع، اتفرج على مواقع كده فجمع سنتات بسيطة. طبعا مش ده هيبقى المصدر الربح ليك، بس هيبقى استراتيجية ماشي عليها. هخش على البراوزنج، اعمل مشاهدة مواقع، افتح شوية اوفرز واركز على الالعاب والتطبيقات، لان انا واحد جيمر وعايز دايما اصور الالعاب اللي بلعبها وبجربها، وفي نفس الوقت هو لما بوصل لمهمة معينة فيه وبنزل التطبيق بس واوصل للمهمة دي جوه التطبيق او اللعبة دي، الاقي نفسي وصل لي فلوس من الموقع على طول. ايوه بالظبط كده، ان انت تخش تجرب مواقع وتطبيقات وتاخد عليها فلوس. الموقع ده بيسمح لك بكده على التطبيقات الجديدة اللي البارتنرز بتوعه او الشركاء بتوعه بيجيبوها له، يقولوا له احنا عايزين ناس شريحة حقيقية تجرب وتراجع. فمجرد ان انت بتنزل بس التطبيق وتعمل المهام اللي جواه، هو بالنسبة لهم دي المراجعة، انت خلصت، انت كده طبقت الموضوع، فيبعتوا لك الفلوس. ممكن تخش تسيبك من كل ده وتقولي لا انا ماليش في الالعاب، خش على السيرفيز، اعمل استطلاعات راي، جاوب على الاسئله، رد على السيرفيز اند بولز دي، بتقول لهم دلوقتي ارائك الحقيقيه الطبيعيه، رايك في منتج معين، رايك في شركه معينه، رايك في وضع معين، بتخش تاخد فلوس منه على طول. تمام. عندك كمان تقدر تخش تكسب من ان انت بتعمل دعاية، يعني انت تعمل زي شراكة كده مع الموقع وتقول لهم انا عايز معاكم اكسب بان انا بروج لموقع تاني بره خاص بيا، مشروعي الخاص، موقعي الخاص، ايا كان. في كمان انت جوه المواقع دي البارتنرز دي جواها تقدر تخش على مواقع زي تايم وول، اللي الكل عارفه تايم وول بتاع السيرفيز اند بولز، بتاعت التاسكس، بتاعت المهام اللي بتعملها على السوشيال ميديا. في جواه كمان اعلانات للمواقع تقدر تخش تتفرج عليها وتكسب. الموضوع يا جماعة بجد متكامل، وعلى حسب انت واستراتيجيتك. يعني انت ممكن تختار لعبة تلعب فيها ب$7 او ب$10، ممكن تختار لعبة لا انا اللي بحب اللعبة دي انا عايز اكسب $1 ده بس. في مواقع تانية ممكن تخش تكسب منها 15 20، في العاب تكسب منها $100 زي كاندي ماتش قدامكم اهي. انت تختار اللعبة وتحاول تختار المواقع
او التطبيقات سوري يا جماعه، وتحاول تختار الالعاب اللي تكسبك مبلغ كبير، وفي نفس الوقت تاخد بالك ان المهمة ما فيهاش فيها دفع فلوس. المهمة دي تقدر تحققها بسهولة بالنسبة لك. شايف ان انت المهام سهلة، لما انت تخش وتدوس كده يقولك انت هتجمع 200 جوهرة، هتجمع 500 جوهرة، هتوصل لمش عارف ايه، تخلص المهمة دي هتاخد الفلوس لما توصل للمهمة دي بالذات، لانه بيعمل تراك للعبة او للتطبيق ده على حسب استراتيجيتك زي ما انت فهمت مني دلوقتي. بعد ما تخلص استراتيجيتك وتكسب، تبتدي تفكر انا هسحب ازاي. هسحبهم على هيئة دولارات عادي، فممكن تسحبهم على محافظ زي باير، محافظ الكترونية عادية بتدفع بيها عملات عادية اللي هي الدولارات او الفيات، او ان انت ممكن تسحبهم كمان على هيئة بيتكوين او باينانس كوين او لايت كوين. ساعتها كأنك بتشتري عملات مشفرة وتوفرها وتخزنها عشان السعر هيطلع تاني ان شاء الله. فانت بتضرب عصفورين بحجر. طبعا انا قعدت في الاول اجرب على جنب عشان انتوا عارفيني مشغول وقاعد بجرب لكم كذا حاجه في وقت واحد عشان انزلها لكم على جروب التليجرام او المجتمع بتاعنا او الكوكب بتاعنا على التليجرام الخاص بالربح من العملات المشفره. بس لما قررت ان انا اركز عليه ما كملتش مجهود يومين عشان ما اخشش جامد واندم وازعل. اخترت اوفرز صغيره اللي هي بتديلي نص دولار، دولار، 2 دولار، وده احتياطي برضو يعني، مع ان انا عارف ان الموقع ده بيكسب وموثوق فيه من اراء كتير على النت وعلى المنتديات وعلى مواقع المراجعات، والموقع فعلا قديم من فترة طويلة كنت بسمع عنه بس ما دخلتش اجرب غير الفترة دي. ولما دخلت طبعا الاحتياط واجب، قلت لازم اسحب لكم دولار، مع ان انا ما كنتش عايز اسحب دلوقتي، انا عايز اجمع مبلغ واسحب على طول. فسحبت اول دولار. الدولار قالوا لي ان هو هيوصل خلال يومين عمل، والموضوع ما خدش في الحقيقة دقيقتين. اهو قدامكم اهو الموقع اهو، فوست باي بيقول لي اهو قدامكم من المحفظة وصل لي هنا 1193 ساتوشي بيتكوين بالظبط، وانا كان عندي 10 ساتوشي هنا. احنا لسه وصل لنا، لا هو ما وصلش هنا، انت هتلاقيه في الغالب وصل لنا. هو عشان هو شريك مع فوست باي فبيسرع السحب، ففي الغالب ده اللي هيخليه يكون سحب لمدة دقايق، يعني ما خدش يومين عمل زي ما بيقول، زي ما بيسحب في الطريقة العادية على محافظ بيتكوين عادية او محافظ دولارية عادية. فانت دلوقتي ما كملتش دقايق ولقيته سحب. الميزة كمان في الموقع ده انك تقدر تفتحه من الموبايل ومن اللابتوب، وتقدر تنزل ليه ابليكيشن. بس خلي بالك الابليكيشن لما هتنزله هتفتح بجوجل، باكونت جوجل بس، بالجيميل بتاعك بس. فانت لو عامل الاكونت بتاعك بايميل تاني بره، انصحك ان انت تخليك على الموقع بس، سواء فتحه من متصفح على الموبايل زي ما انا عامل كده، او تفتحه من اللابتوب. انما لو انت كده معاك الاكونت جيميل، افتحه من الابليكيشن اهو، ده الابليكيشن، او تفتحه من الويب سايت. تمام، فانت كده تقدر تحمله من الناحيتين. طب انا هجيبه منين او هنزله ازاي؟ ما تتعبش نفسك ولا تدور وبطل بواخة، اللينك موجود تحت الفيديو على طول. ايه مش من حقي ان انا ارشحك ولا ايه؟ وبس كده. ما تنسوش تعملوا شير عشان الكل يستفيد، ولو حابين دايما تشاركوني وتساعدوني اقيم برامج اسرع عشان اسهل عليكم الربح الحقيقي، انضموا لمجتمعنا على التليجرام لطرق الربح الحقيقيه والفعاله بالعملات المشفره قبل العملات العاديه كمان. انا عامل مجتمع كده خاص. الثوره اللي بتحصل على التليجرام ان هو يبقى زي مجتمع متكامل في كل حاجة بتحصل جواه، بيع وشراء وألعاب وتطبيقات ومحافظ إلكترونية وشات ودردشة وجهات اتصال، كل حاجة بقت جوه التليجرام. فأنا قررت إن أنا أنطلق مع الثورة دي وأدعم الناس إن هي إزاي تطلع ربح من مفيش، يعني ميبقاش معاك زيرو فلوس ومش عارف تستثمر إزاي في العملات المشفرة. إحنا هنجمع بإيدينا وهنبني من الأول خالص. فياريت تنضموا للتليجرام تشوفوا الموضوع ده، وإن شاء الله ربنا يوفقني ويوفقكم. الروابط تحت الفيديو على طول. واخر حاجة حابب بس اقولها في الفيديو ده، ما تنساش تفهم وتسأل وتقول ازاي.